السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت اطلع معاكم ادردش معاكم كده شوية بخصوص الماتش بتاع امبارح. نحلل بقى الماتش كلاعب لاعب، والنهارده بقى تحليل تفصيلي لكل لاعب في كل مركز للاعب امبارح. الزمالك بدأ تشكيل امبارح بمكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر، محمود بنتايك في نص الملعب، محمد شحاته وعبد الله السعيد وناصر ماهر امامهم، وثلاثي هجومي مكون من خوان الفينا، شيكو بنزا، مهاجم صريح عدي الدباغ. التشكيله كويسه جدا، ودي اللي اتكلمنا عنه ان هو الكل لاعب في مركزه افضل بكتير من ان انت تحط لاعب وتجربه في مركز مش في مركزه. وده اللي حصل بعد التبديلات، لما حصلت عشوائيه بسبب كان كذا لاعب مش بيلعب في مركزه، فكنت تحس عشوائيه بعد التبديلات اللي حصلت في الدقائق الاخيره. الزمالك في طريقه اللعب في البدايه كان كويس جدا في الشوط الاول بالذات. مودرن سبورت ما راحش ولا كوره على الجون بتاعك في الشوط الاولاني. كان كل الاستحواذ بتاع الشوط الاولاني لصالح نادي الزمالك، وكان هجوم نادي الزمالك بس هو اللي بيه شغال قدام. الزمالك حتى الان لعب 3 مباريات، كسب اول مباراه سيراميكا، والتاني مباراه بتاعت المقاولين اتعادلوا 0-0، والتالت مباراه بتاعت مودرن سبورت اللي اتلعبت بالامس وفوز الزمالك 2-1. فالزمالك حاليا مع 7 نقط، تاني الدوري مع المصري، ولكن بفرق الاهداف المصري فارق. فالبطوله لسه طويله ولسه بدري جدا. تعالى بقى نتكلم بقى، نرجع تاني للتحليل المباراه. محمد صبحي نبدا بيه. محمد صبحي اللي قدم مستوى كويس جدا من اول الماتش، من اول الماتش لاخر الماتش قدم مستوى كويس قوي. صد كورتين يعني جوان يعني كوره اللي هي قدام بالظبط في خط في مربع ال 18 قدام الجون. صراحه اللاعب صد كوره برجله يعني حلوه قوي. تاني كوره بتاعت غنام محمد في وسط الزحمه، كوره كانت ممكن تخونه، كان ممكن تدخل، ولكن محمد صبحي عرف ينط عليها كويس جدا وينقذها انقاذ بارع وانقاذ كويس جدا جدا جدا. كمان محمد صبحي ده هيفرق، خلي بالك ان انت عندك لسه يعني حارس شاب، فده حد ذاته كويس جدا لحراسه نادي الزمالك. تعالى بقى نتكلم في خط الدفاع. خط الدفاع محمود حمدي الونش اللي انا بحبه جدا، وراجل خبره وراجل لاعب في نادي الزمالك سنين طويله ومتعود على الخبرات بتاعته. اللاعب قدم مستوى كويس جدا، ولكن هي كان الغلطه بتاعه الهدف دي اللي غريبه جدا. بالاخص محمود حمدي الونش راجع من 2 صليبي، واللاعب رجع لمستواه شويه، خلي بالك من اول الموسم. ولكن الماتش اللي فات ده بتاع مودرن سبورت في لخبطه شويه، الجون يعني عمل فاول والفاول اتلعب وجابه في نفسه، فدي غلطتين في كوره واحده، فدي ما بتحصلش، مش متعودين من الونش في كده. فان شاء الله يعدل الحته دي ويكون مقدم مستوى كويس قوي، ومنتظرين منك كتير قوي يا ونش. عندك تاني لاعب حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اللي هو يعني الموسم اللي فات كان مقدم موسم كويس جدا، مش عارف الموسم ده ايه اللي جراله. مش عارف يطلع بكوره حتى دفاعيا. احنا متعودين من ان هو بيبقى يعني صعب في يطلع كوره، ولكن دفاعيا وحش جدا، مش بتاع الموسم اللي فات. غلطات كتير جدا حصلت له. فاتمنى من حسام عبد المجيد ان هو يعيد ثقته في نفسه، لان في دكه قويه، انت عندك صلاح مصدق وعندك محمد اسماعيل، 2 مدافعين نفسهم ينزلوا اساسا ويأدوا. فحسام عبد المجيد المفروض يشد حيله ويقدر ان هو يرجع لمستواه اللي كنا عارفينه من الموسم اللي فات. عندك باك شمال محمود بنتايك اللي مش عارف ماله. كان محمود بنتايك اللي كنا الموسم اللي فات كان السوبر بتاع الزمالك، الموسم ده مش عارف ايه اللي جراله، مش بتاع يعني انطلاقته اللي هي في الخط مش عارف مالها. دفاعيا كان كويس جدا، ولكن هجوميا مش مقدم اي حاجه، وعرضياته كانت سيئه جدا مش مفهومه، ولا حتى بساطته مش مفهومه. فيا ريت محمود بنتايك يراجع نفسه ويحاول يحسن من حاله، لان الزمالك محتاجك يا محمود في الفتره اللي جايه. عندك عمر جابر مقدم مستوى كويس في حد ذاته، ان هو بردك جبهته مفيش بديل ليه، واللاعب بيلعب كل ماتش فضغط عليه جامد قوي. تاني حاجه ان في كور كانت بساط، لو كانت يعني مثلا في كوره عمر جابر يلعب بس لعدي الدباغ كانت جون دي. في كوره كانت في الشوط الاولاني، كان كوره كان المفروض يلعبها يعني ايه، تلف كده لف تودي اللاعب عدي الدباغ على طول انفراد. اما هو لعبها على الطرف خط التماس، يخلى عدي الدباغ يجري عليها عقبال ما الحقيقه كان فرقه مودرن سبورت ديت. ف يعني عمر جابر المفروض يحسن الحته دي فيه قوي قوي. تاني حاجه كمان عندك محمد شحاته. كده نخش بقى على خط النص. محمد شحاته المركز 6 اللي هو اتفاجئنا بيه، مش محمد شحاته اللي كان بيلعب الماتشات اللي فاتت. مركز 6 باين ان محمد شحاته مش بيأدي فيه، مش هو دفاعيا القوي، البريسنج اللي هو كان بيقطع الكوره. اللاعب المفروض يراجع نفسه كويس قوي، يقدر ان هو يراجع حته المركز 6 ده،
يركز فيه يدرسه كويس. محمد شحاته بحبه جدا جدا جدا، لاعب من اللي بحبه جدا، واخلاصه في اللعب. حتى امبارح بيحاول، خلي بالكم، ان هو يأدي في المركز ده، ولكن هو اللاعب معروف ان هو بيلعب مركز 8، وادى كمان في الماتش اللي فات مستوى جميل جدا، وهو الطب حتى الان كمان مع لاعبي الزمالك، هو في مستوى عالي جدا. تاني حاجه عبد الله السعيد، عبد الله السعيد اللي في السن ال 40 وبيبدع وبيكمل مسيرته الابداعيه من الموسم اللي فات، واللاعب بيقدم مستوى خرافي. هدف اولاني ودى اخوان انفراد، وداه يعني في مساحه فاضيه وريحه بمعنى الكلمه، يا دوبك الراجل قطم وشاطها جون، فاسيست يحسب له اسيست خرافي. مع ذلك ان هو كان وسط 2 كمان، وعبد الله السعيد في عز ما هو 40 سنه، فخلي بالكم الحته دي كويس قوي. في لعيبه عشرينات ما بتعملش الحاجات دي يا راجل. فدي في حد ذاتها كويسه قوي. وان شاء الله عبد الله السعيد يكمل معانا ويبدع في ابداعاته الجميله وخبراته قويه جدا جدا في بقيه الموسم، وحتى الموسم اللي جاي. ناصر ماهر اللي مش عارف ماله، ناصر ماهر تايه تماما تماما تماما. في كورتين، كوره انفراد لو كان يلعبها لاخوان جون، وكوره تانية اللي احمد شريف اللي هنقول عليه برضو عملها له قويه جدا، عملها له يعني حاجه في قمه الابداع. احمد شريف برضه كان يتكلم عنه، لعبها له حلو قوي، خلص مش عارف ماله، قعد يتفلسف فيها ويتعمل فيها لحد ما خلى الحارس يصدها اللي هو ابو جبل. تاني حاجه بقى، يعني عايز اعرف من ناصر ماهر ذات نفسه، انت ليه كل موسم في اول ماتش تجيب الجون وبعد كده بقيه الموسم ما الاقيش ناصر ماهر؟ خلص ناصر ماهر، ما تلاقيش ناصر ماهر تاني. لا مش هينفع، كمل يا حبيبي، لان انت عندك دكه في اي وقت ممكن حد ياخد مكانك. ما تزعلش مني، عندك في المركز بتاعك ده بيلعب فيه ناس كتير قوي قوي، فراجع نفسك، قدامك فرصه تعيد حساباتك وتثبت نفسك يا ناصر. في ناس على الدكه تنزل تأدي عنك، خلي بالك بمستواك اللي انت قدمته امبارح ده، ناس تأدي احسن منك كمان. تاني حاجه تعالى بقى نخش في جوه الهجوم بقى، اللي هو الثلاثي الهجومي اللي هو ان شاء الله يتطوروا مع بعضيهم وينسجموا مع بعضيهم ويقدموا مستوى كويس جدا جدا. اخوان 2000 ده لاعب، انا اتكلمت عنه امبارح، قلت لكم ايه، الراجل ده فوق مستوى الدوري المصري فعلا حرفيا. الواد بياخد اللعيبه بتاعت المودرن سبورت يمين شمال، وماتش المقاولين يمين شمال، مش راحم. اللاعب كواليتي محترم جدا جدا، وروحه على الزمالك عجباني. بحب انا اللعيبه اللي عندهم حماس، بيقاتلوا بيحاربوا على التيشيرت. يعني بحب اللعيبه اللي عندهم انفانيتي قويه قوي، اللعيبه دي روحها بحبها جدا، قويه جدا، روح جميله جدا بحبها، لان ديت اللي بتخلق الفوز والانتصار والعزيمه في الشخصيه في اللاعب ذات نفسه. تاني حاجه شيكو بنزا لعيب كويس قوي، مع تطوره مع الانسجام هيتطور طبعا، ولكن غلطاته اللي كانت شويه في تطويل الكوره وغلطات شويه فيه، ولكن لو عدلها اتفرجوا على نسخه قويه جدا في تحركاته من غير الكوره، لو ركزت عليها جميله قوي. الجون اللي جابه تحرك كويس قوي، فينش مش افضل حاجه، ولكن بركزوا على الحته دي. لعيب من غير كوره تحركاته تخليه يجيب جون، هو التحرك اللي خلاه يجيب الجون ده شيكو بنزا. فده ان شاء الله هيتطور في حته الغلطات اللي عنده دي شويه، ان شاء الله هيكون مستواه هيجيب كلهم ان شاء الله، كلهم لو ركزوا هيكون لهم مستقبل كويس قوي في نادي الزمالك. عدي الدباغ اللي انا مش عارف ماله، لا يا باشا انت في نادي الزمالك ركز، انت عندك على الدكه 4 نفسهم ينزلوا مكانك، فركز عشان خاطر اللعيبه كل لاعب في مركزه المفروض يقاتل، انت عندك بدل 1 2 و3، فركزوا لان كل لاعب مش هيأدي في اللي على الدكه يأدي على طول. ركز، خلي تركيزك كله في الملعب، قاتل، حاول يعني اشتغل بدني ونزل وزنك شويه، حسه تقيل شويه. وعدي الدباغ هيقدم مستوى كويس قوي لو حسن الحته دي فيه بدنيا ونزل وزنك شويه، هتلاقي نفسك في حته كويسه قوي. و90% من قوه المهاجم تحركاته 90%. تعال بقى نخش بقى على ايه، على اللعيبه اللي نزلوا بدله. عندك احمد شريف، اول واحد احمد شريف اللي قلته، لان اللاعب ده انا حاسس مستقبله كويس قوي، لعيب كويس قوي قوي قوي، وقفته بالكوره وتعطيله للعب وقفله يعني يحجز على الكوره وياخد الكوره ويعمل اسيستات، ودى كذا واحد يا جدعان الانفرادات جوان. لعيب كويس قوي 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 وليه مستقبل كبير في الزمالك. عندك تاني لاعب كمان
دونجا نزل مش وحش، دونجا يا جماعه قطع كذا كوره حلوين قوي، يعني ما نقطعش فيه بصراحه. اللاعب بيقدم مستويات عبيطه شويه، انا بقول لك عبيطه اهو، جايب لك الخلاصه، ولكن امبارح بصراحه كان كويس، كان كويس في قطع الكوره، استخلاص للكوره، باص، تسلم، كان كويس والله. صلاح الدين مصدق اللي نزل في مركز الستة ده فاجئنا بيه، ولكن صلاح الدين مصدق ادى في عز ما هو مش في مركزه، ولكن ادى والله وقاتل ولعب في المركز ده كويس قوي. صلاح مصدق يدوس على نفسه، ممكن يحطه في المركز ده والله. يانيك فيريرا يفكر فيه ان هو يدافع بيه في ظل كركبه في المركز ده. الزمالك ان شاء الله بالمستويات اللي بنقدمها، طبعا ادم كايد يا جماعه، ادم كايد انا نفسي بس يانيك فيريرا يسمع الحته دي، يعني يا ريت، يعني يا ريت ما تلاقيش اي لاعب مش في مركزه، والله العظيم اقسم بالله مش هتنجح، مش هتنجح. انت هتتعب نفسك وهتتعب اللعيب وهتخلي اللعيب الجمهور يكرهه كمان. ادم كايد ده والله العظيم لو لعبته في نص ملعب هيديلك، هيعمل لك فرص. الواد مش عارف يلعب 1 على 1، الواد كان في كذا كوره بيروح انفرادات 1 على 1 مفيش، الواد مش في مركزه، الواد 1 على 1 صعب، مش هيقدر يديلك في اي حاجه. عصبني جدا الماتش امبارح ان هو حطه بردك في المركز ده وهو مش في مركزه. الراجل مش بيأدي لك في المركز ده، خلاص بقى ريح دماغك بقى، ما تنزلوش، ما تلعبوش بقى في مركز مش مركزه، نزلوه في مركزه. يا ريت يعني النصيحه توصل ليانيك فيريرا، عشان الواحد اساسا يعني تعب مع الراجل ده شويه من البدايه كمان، يعني مش عارف ماله. ان شاء الله الزمالك يستمر على الاداء الجميل جدا ده اللي قدمه امبارح، وان شاء الله الزمالك الموسم اللي بقيه الموسم يعني يقدر ان هو يحقق الدوري، اللي هو التارجت بتاع اداره نادي الزمالك، اللي هو هدف اداره الزمالك بقياده جون ادوارد بالذات، لان الراجل جاي اساسا هدفه في الدوري، وهدفه ان شاء الله نلعب دوري ابطال الموسم اللي جاي. ان شاء الله كل التوفيق للاعبي نادي الزمالك وادارته، وان شاء الله نلاقي بعض في يعني ماتشات جايه كتير، وان شاء الله انتظروا فيديوهات جايه كتير، وقبل الماتش اللي جاي انتظروا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.